مشاهدينا أهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات مجلس الفقه، وعنوان هذا اللقاء هو شأن الدنيا وأهلها. للحديث عن هذا الموضوع يتجدد لقاؤنا اليوم مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. بارك الله فيك وفي كل المشاهدين والمشاهدات. اعتدنا على أن تبدأ بتقديم عام لموضوع الحلقة أو لرسائل الحلقة وسبب اختيار حضرتك لهذا العنوان أو لهذا الطرح. هو عنوان واقع الإنسان في حياته، شأن الدنيا وشأن أهلها. يعني حال وضع الدنيا اللي احنا عايشينها، طبيعتها ايه، ومهمة الإنسان ايه، أو وضع الإنسان فيها ايه. بلاش مهمة، وضع الإنسان فيها ايه. الحقيقة العنوان ده درس من دروس التربية والتعليم اللي شفته في حوار ما بين الرئيس وبين المتحدث العسكري من يومين ثلاثة فاتوا. وأنا بأثني على كل مسؤول إنه ينتهج في إدارته منهج التربية والتعليم مع الإدارة. يعني ناظر مدرسة، مدير مستشفى، مسؤول في أي مصلحة حكومية، رئيس عمال، حتى عمال النظافة. يعني دي مهمة خطيرة مش بسيطة ولها شأن كبير. بتمنى إن كل رئيس لمرؤوس مع مرؤوسيه، زي ما بنشوف كده في القيادة السياسية، يستثمر وضعية الإدارة في إشاعة التربية والتعليم. التربية اللي هي الخلق، القيم، المبادئ. والتعليم مش هيبقى تعليم عميق، هيبقى ثقافة، لكن بنسميها تعليم. إن أنا أنشر الوعي، الفكر اللي الإنسان يتسلح به علشان يستطيع أن يواجه الحياة. يعني في النقاش لما تنصحنا بإيه؟ دي رمزية. رمزية إيه؟ رمزية إن كل واحد مع من يتعامل معه يشوف جواه إيه. أنت شايفني إيه وعاوز مني إيه؟ فأنا بفتح حوار. مش معنى كده إن اللي بيدي النصيحة صار أعلى، ولا اللي سيستنصح هو الذي في حاجة. ده ممكن تكون تبادل، زي البيع والمشتري، في تبادل. ولهذا ورد في الحديث اللي أخرجه مسلم عن تميم الداري إن سيدنا رسول الله بيقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله يعني النصيحة تطلع مجردة، تطلع صادقة مع النفس. ولما تقول ايه؟ انا بقول اللي يخلصني من ربنا. يعني ايه؟ ما تراه هو الأمر الصحيح، ما تراه هو الصدق، من بدون حسابات. من الله عليك، هي دي، من دون حسابات، يعني بدون موائمات. انا بقول الوضع اللائق من وجهة نظري، ليس من أجل إرضاء هذا أو ذاك، ولكن لأنك ترى أن هذا الأمر هو الصدق الذي تفضلت به أو قلته. ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن ربه. ولكتابه، لأن الكتاب نزل آمرا بالعدل وآمرا بالصدق. طيب، ولأئمة المسلمين وعامتهم، التبادل ما بين الأئمة والمأمومين. التبادل ده الدرس اللي قيمة أيضا من القيم التي يجب أن تعم. يجب أن تعم بين كل من ولي أمرا مع من يلي أمره. ده حتى الأب في البيت، ده حتى الأم في البيت. مش في رعاية مع أولاد؟ مش لازم الأب مرة يقول لابنه كده ولا لبنته: أنت
تريدي مني ايه؟ يعني ايه احلامك فيا؟ ايه رجائك ان انا اعمله ما عملتوش؟ بالله عليك ده مش هيقربك من بنتك اكتر ومن ابنك اكتر؟ في نفس الوقت هيشجع ابنك وبنتك على انه يتكلم، على انه يستقل. وبعدين انت هتسمع وهترد ولا هتقول حاضر؟ هترد. فلما هترد انت بترد بخبرتك، فاصبح تبادل خبرات. تبادل الخبرات ده بيحقق رسالة الوعي اللي هي مسؤولية الإنسان وسلاح الإنسان. والله سلاح أي إنسان وعيه. لو أنت عاوز تحمي نفسك من يعتدي عليك ويختطف إرادتك، تزود بالوعي. لو أنت عاوز تخدم بلدك، قال لك بلاش تخدم بلدك، تخدم نفسك بالوعي. لما يبقى عندك وعي فين مكان الرزق، فين مكان العمل، فين مكان الفسحة، فين مكان الترفيه، هيبقى عندك الوعي ده هيمكنك من اتخاذ القرار. إذن الوعي هو السلاح. فلأجل هذا كان الذي حدث أنا أخذت منه محور وقيمة يجب أن تعمم، وهي قيمة نشر الوعي والتناصح. التناصح ده قيمة لابد من إعلائها، اللي كانت في رمزية الحوار اللي أنا شفته ما بين الرئيس وبين المتحدث العسكري. ليس هذا الأمر هو القيمة الوحيدة اللي اعتدنا نشوفها من الرئيس، بالعكس شفنا عشرات القيم. يعني الرئيس الوحيد اللي حاول يهدئ أجواء الشحن اللي كان الإسلام السياسي قايم بيه للوقيعة ما بين المسلم وغير المسلم. هو اللي قال بأن أنت لما تشوف كنيسة ويبقى عندك غضاضة، يبقى لازم تروح تفتش على إيمانك وتشوف أنت اللي غلطان، لأن اختيار الدين اختيار شخصاني وعلى مسؤولية مين؟ الشخص نفسه. طيب صاحب القرار. أنت مش مسؤول. هو اختار طريق التدين بالديانة المسيحية وذهب إلى كنيسته. هو حسن النية مع الله، ربنا يحاسبه، أمر الدين مرجعه إلى الله. وبعدين هو مش ربنا كمان قال لنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ يعني لولا إن ربنا جعل حب كل إنسان لدينه وحب كل إنسان لدور عبادته. أنا وأنت بنحب المساجد، في جارنا بيحب الكنيسة اللي بيروح يعبد فيها ربنا. زي ما أنت عندك غيرة على المسجد وأمنيتك إن محدش يمسه بسوء، كذلك الآخر. فده ربنا جعل انتمائك لمسجدك وانتمائه لكنيسته. هذا الانتماء هو التدافع الذي تم به حماية الكنيسة والمسجد. نعم. نفس الأمر في يعني التعامل مع المرأة، وقضية خطيرة ديت من في التاريخ، ضاربة في التاريخ. واستضعاف المرأة واستضعافها بيترتب عليه التحرش بيها وتقليل مرتبها وتقليل فرص عملها وغير ذلك مما يحدث بنيجي عليها. أنا الأوان العالم بينتهض ويقف من أجل محاولة إقامة العدالة ما بين الرجال وبين النساء. هي محاولة، فإيدنا في إيد المحاولة دي ولا لا؟ فلما يجي يقول أنت يجب وأنت بتكلم المرأة تحط إيدك ورا ظهرك، يعني حاجة رمزية كده تعرف إن ممنوع تمد إيدك عليها. هو عشان أنت عندك عضلات وعندك قوة وعندك صوت خشن تقدر ترفع صوتك وتضرب. لا، أنت لازم قوتك دي انك تملك غضبك على نفسك. كذلك في ذوي الاحتياجات الخاصة، القيمة الأدبية اللي شفناها من مدرسة من المدارس لما الرئيس يقوم بيها دي يجب أن تعمم. سيادتك لما تكون في مواصلات عامة ولا تكون في الطريق العام ولا تكون في أي مصلحة حكومية ولقيت واحد مبتلى بهذا الابتلاء، تعرف أن الرئيس عمل، لا تقوم تتذكر ده واجب تروح مقدمه. لن تجد أحد في الطابور يزعل،
يعني انت واقف في الطابور وبعدين لقيت واحد صاحب يعني مثل له ظروف خاصه. فانت بتروح تقول لهم يا جماعه يا جماعه قدموا فلان. في حد في الطابور هيقول لك لا. في الغالب الأعم لا، يعني معظم الناس أو الغالبية السواد الأعظم من الناس هيتقبل هذا الأمر ويرى يستحسن هذا الأمر. سيادتك قلت جملة جميلة قوي وهي غالبية الناس، صح؟ إمتى يبقى كل الناس؟ لما الرئيس يعملها وأنا وأنت نعملها، مش الرئيس بس يعملها وإحنا ما نعملهاش. فلما الرئيس يعملها وإحنا نعملها أصبحت إيه؟ شائعة، يبقى سنة، صح؟ يبقى 100%. ده اللي بقول عليه القيمة اللي نسمعها مطلوب إن إحنا نعممها. فهناخد العنوان بتاعنا في شرح مفرداته، شأن الدنيا وأهلها. هشرح أول شأن يعني إيه، الدنيا يعني إيه، أهلها يعني مين هم، وبعد كده ندخل في رسائلنا. الشأن هو الحال، أو الشأن هو الاحتياج، الحاجة. وهضرب التفسير ببعض الآيات القرآنية. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. في حال. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني إيه؟ حال يغنيه. مظبوط. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. استأذنوك لبعض شأنهم، احتياجاتهم، بعض حوائجهم. فأصبح كلمة الشأن تعني الحال وتعني الاحتياج. فلما نقول شأن الدنيا وأهلها يعني أحوال الدنيا، طبيعتها، حالها واحتياجاتها. الدنيا من الدنو. الدنو هو القريب. أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الوادي القريب والوادي البعيد. فكلمة الدنيا بمعنى القريب. ولما أقول الآخرة، الدنيا والآخرة، أي الدنيا القريبة والآخرة التي تليها، مؤخرة عن الدنيا. ما نقولش بقى ان الآخرة سابقة عن الدنيا، لا، ما هي الدنيا والآخرة. لما تقول فلان والآخر فلان، يبقى جاء بعده ولا جاء معه؟ أكيد جاء بعده. نعم. ده معنى الدنيا. وأهلها، مين أهل الدنيا؟ دي هتبقى تلاقي فيها بعض اللطائف الفكرية أو الفقهية اللي هتفتح ذهننا وتحنن شوية العصبية الدينية اللي موجودة عند البعض، أو المغالطات في فهم المتحدثين في الخطاب الديني. من أهل الدنيا أستاذ محمد؟ البشر وباقي مخلوقات الله الموجودة فيما نعرفه. صدقت. بس أنا لما بنتكلم حديثنا عن البشر. نعم. في المقام الأول هنا الإشارة إلى أهل الدنيا اللي هم البشر. مظبوط. البشر كلهم ولا الأنبياء والأولياء ليسوا من أهل الدنيا؟ لما أقول أهل الدنيا، مين أهل الدنيا؟ البشر كلهم. الله عليك. إذن أي نبي وأي رسول صلى الله عليه وسلم، أي ولي، أي قديس من أهل الدنيا عايش في ولد في الدنيا، يعني من أهل الدنيا ولا ليس من أهل الدنيا؟ ونقول أهل الآخرة من أهل الدنيا. من أهل الدنيا. إذن ما نقدرش نقسم دينيا البشر، بتكلم دينيا، البشر إلى أهل آخرة وأهل دنيا. أمال أقسمهم إيه؟ أهل دنيا وأهل دنيا وآخرة. تفرق في إيه؟ إن أهل الآخرة لم يصلوا إليها إلا بمين؟ بالدنيا، بعملهم في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها فين؟ في الدنيا. الله. إذن هو من أهل مين؟ الدنيا.
اذا يستحيل تقول لي فلان ده من اهل الاخره مجرد وليس من اهل الدنيا قبلها، صح ولا لا؟ نعم. فكل من نقول عنهم بانهم اهل الاخره يقينا من البشر يقينا هم اهل ايه؟ دنيا. دنيا. ربنا بيقول لنا كمان لما خلصنا الحج في سوره البقره: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب كذا. بتقول يا رب انا عايز الدنيا بس، وفي ناس بتقول ايه؟ انا عايز الدنيا والاخره. اذا ما ينفعش تقول لي فلان ده قديس، فلان ده ولي لا يطلب الدنيا، لا، يبقى انت ظلمته او صرفت الدنيا عن وضعها. هو اتولد في الدنيا، اذا تسري عليه نواميس مين؟ الدنيا. بيجوع، نعم، شأنه شأن البشر في كل شيء. بيحتاج يلبس، بيحتاج يسكن، بيحتاج اللي يتعامل معاه بدون ظلم، بيحتاج يتعامل مع الظالم بما يفادي به نفسه. ايوه، اذا هو ايضا من اهل الدنيا. ما فيش حد اسمه من اهل الاخره بس، كل اهل الاخره من الاولياء الصالحين. انا بقول ده ليه؟ لان في ناس موهومه لما تلاقي بعض الشخصيات في عبادتها لله اللي عندها قدر كبير من الزهد في الدنيا، مهما زهدوا في الدنيا الحد الادنى في الدنيا بياخدوه ولا لا؟ نعم. يعني اذا كنت انا باكل مثلا يعني رغيفين، هو ممكن ياكل لقيمات على قد يعني قيام صلبه، صح؟ اذا كنت انا بشرب رتلين 3 ميه، هو بيشرب كوبايه ولا ما بيشربش خالص؟ لا اكيد، ولا ما أكيد بياكلش خالص؟ لا طبعا، ما يلزم لاستمراره في الحياه. اذا اللي يقول لي فلان للبقاء يعني. صدقت. اذا اللي يقول لي فلان زاهد معناها ممتنع عن متاع الدنيا. بس دكتور، هنا بعض الناس ما بيبقاش المقصود بالإشارة إليهم بهذه المصطلحات بأنهم مش بيقتاتوا، مش بيشربوا، يعني مش القصد هنا ان هو مش بياخد ما يبقيه حيا او ما يساعد على بقائه، وانما انه مترفع عن الكثير من الامور اللي انشغل بها البشر وانشغل بها العالم المادي. يعني يقولوا انه عايش زي ما حضرتك قلت، بيقتات من قوت البشر وبيشرب الماء كالبشر وبيعيش كالبشر وينام كالبشر ويحتاج الى الحمايه والى الغطاء والى كل شيء. دي الاساسيات اللي ضروريه للبقاء ولغريزه البقاء. وانما الفارق هنا في الاشاره الى هؤلاء ان بعضهم بيستغني عن الكثير والكثير والكثير من اللي الناس بتتقاتل عليه في الدنيا. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فرصه ان احنا نوضحها. السياق ده هو المنتشر في المجتمع، ولهذا تم تعلية أناس في مراتب دينية وأعطيناهم إحنا البشر منحناهم صفة الولاية. ربنا منحهم صفة الولاية؟ لا. كل من لقبناهم بالأولياء في الأرض، اللقب ده منح من البشر. الله عليك. حج على الله؟ لا طبعا. جميل. ده معلومة يجب الناس تدركها جيدا. نعم. يعني ممكن يجي يوم القيامة ونفاجأ بأن الوضع مختلف عما كنا متخيلين. وارد، لأن حساباتنا في توصيفهم بأنه طبعا أولياء. لأن حسابات البشر قد تكون صواب وقد تكون خطأ. ويجب علينا لو احنا نقدر الله حق قدره ما نفتئتش على ربنا. أنا ممكن أمدح في فلان في الدين وأقول لا أزكيه على الله، ولا أزكيه على الله؟ لا أزكيه على الله. الله عليك. إذن لا يصح لأحد أن يزكي أحدا على الله عز وجل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فسيادتك لما بتقول إن فلان زهد مما يتقاتل عليه الآخرون، يفهم عند الكثيرين إنه مش عاوز يشتغل وعايز ياخد أقل القليل، ممكن يعيش على صدقات. طب أنت يرضيك ولا يعيش بعرقه أحسن؟ طبعا باجتهاده وعمله. إذن اللي هيعيش بالصدقات زي ما سيدنا عمر دخل على مجموعة من الشباب قاعد في المسجد وقالوا احنا بنعبد ربنا، مين بيأكلكم؟ قالوا أخ لنا. قال هو أعبد
لله منكم. فلازم نقول لمن زهد هذا بالطريقة دي بالوجه ده. لكن امتى نقول الزاهد ده فعلا يكون رمز ويكون قدوة؟ لما يشتغل ويجيب أموال بقدر ما يستطيع، مش لأنه هيحطها وتدفن معاها وتتراكم. نعم. مش هيدفن معاها، ده هو بيجيبها نعم المال الصالح للرجل أو للعبد الصالح. فأنا بجيبها عشان هينتفع بها غيري، لكن أنا لا أستهلك إلا القليل الذي يكفيني. عارف الري بالتنقيط غير الري بالغمر. الري بالغمر بستهلك ميه كتير طبعا. الري بالتنقيط بنزل النقطة اللي النبات عايزها وأوفر بقية المية. حضرتك بتقوم بقياس هذا الأمر على شكل الإنفاق الله. ونمط الحياة. واللبس كذلك. طب الري بالتنقيط في تقطير؟ يعني لو قللت نقط المياه للنبات هينمو ولا هيموت؟ لا، في حد أدنى ضروري. الحد لو أنا قللت عنه النبات هيموت. إذن في معايير علمية. نعم. ان النبات هياخد قدر قد ايه من الميه وفي الزمن قد ايه. اذا مفيش نبات هينبت من غير ماء. كذلك مفيش بني ادم ولي من الاولياء اللي احنا بنصفهم بانهم اولياء، ويجب ان نمتنع عن هذا الوصف الا ان نقول لا نزكيه على الله، ان هذا الولي ياكل ويشرب. هو سيدنا رسول الله مش كان بياكل الطعام ويمشي في الاسواق وكان يلبس كما يلبس الناس؟ طيب بقي بقى الجمال. هو الجمال مطلوب ان اطلع في بدلة لا ارتديها مرة تانية؟ يعني خلاص هي مرة علشان ابقى شيك كل حلقة اجيب بدلة؟ لا طبعا. ولا ممكن البدلة الواحدة يتم تنظيفها ويتم وضعها وكيها بالوضع اللائق، يبقى انا حافظت على الشكل العام ولم اسرف. فالوضع اذن في الزهد منع السرف، مش الزهد ترك الحد الادنى الادمي اللي يحافظ على كرامه الانسان. انا عايز بني ادم مكرم، ولقد كرمنا بني ادم. يسرح شعره ولا لا؟ يدهن ولا ما يدهنش؟ يضع طيب ولا ما يضعش؟ انا ما بقولش يسرف في وضع الطيب ولا بقول يسرف في وضع الدهن. بعض الناس قد ايضا مصطلح يدهن ام لا، يا ريت حضرتك توضحه عشان الناس تبقى فاهمه المصطلح ايضا. الكلمات انه بيستخدم بعض الامور اللي اعتاد الناس على استخدامها لتهذيب الشكل يعني. ايوه. مش بيحطها على راسه دي. مفهوم. طيب كل ده ادوات ياخد الحد الادنى فيها، يبقى ممكن تعيش معاه الانبوبه الواحده تعيش معاه بالشهور. في واحد تاني يوم ويومين يقول لك يسرف في استهلاك الاشياء. نعم. ده الفرق بقى. يبقى مين الزاهد؟ الزاهد اللي حافظ على الشيء واستخدمه استخدام زي ري بتنقيط. واما المسرف في بقى درجات، ولا المسرف في درجه واحده؟ لا، درجات. في واحد نص يعني مسرف وربع مسرف وهكذا. فكل ما الانسان زي ما هو من ضمن ما قاله برضو السيد الرئيس في لقمة العيش، بنشتري رغيف احنا لازم نتعود نقطعه اربع علشان حتى لو اكلنا وبقي شيء يبقى بقي جزء صالح للاستعمال بعدي. ولا لو خدته وقطعته وسبت لقمة بدون التهذيب، من ياتي من بعدي او انا نفسي لما اجي اكل ممكن يتعفف عن تناولها. ممكن يتعفف عنه. فمش ده كله او ده من ضمن الزهد. اذا الزهد انك تستثمر النعمه اللي معاك، تستثمر ممتلكاتك، مش انك تمتنع عن الترقيه، تمتنع عن السعي للعمل، تمتنع عن السعي لعمل مكسبه اكتر. لا، الشركه تديك 1000 والشركه الثانيه بتديك 1500، روح للشركه الثانيه. انت في امكانك تعمل عمل اضافي، اعمل عمل اضافي. ما تقولش انا زاهد. في بقى مشكله ثانيه، يوفر الوقت يقول لك انا رايح اعبد ربنا. عباده ربنا خدمه ليك ولا خدمه لغيرك؟ لا، للشخص نفسه. الصائم نفع صومه يعم مراته وولده؟ لا. صلاته تعم ولاده ومراته؟
يعني طبعا ثواب الصلاة لا، وإنما قد يفيدهم بدعائه في الصلاة يعني طب لكن الصلاة نفسها يعني العبادة نفسها للشخص نفسه. الدعاء ملوش وقت، والدعاء 24 ساعة في 365 يوم. الدعاء ممكن يجمل، علمه بحالي يغني عن سؤالي، كده أجملت كل شيء. وزي ما ربنا، زي ما سيدنا النبي علم ستنا عائشة دعاء مجمل، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. خلاص جمعت كل شيء. ما بعد هذا الدعاء تفصيلات. يا رب بنت فلانة، يا رب العريس يبقى امين ويجي لها عريس بدري، يا رب ابن فلان ربنا يوفقه في امتحان الماجستير ولا امتحان البكالوريوس والثانويه العامه، يا رب. ده دعاء تفصيلي صح. لكن انك عفو كريم تحب العفو ده دعاء شامل، نعم، ضامن في كل شيء. نعم. وبعدين انما الاعمال بالنيات والدعاء بالنيه. ما هو انت جواك طلبات من ربنا كتير، تقوم تقول لربنا مش عارفها، استغفر الله، ده اللي خلقك، الا يعلم من خلق، فيا رب أنت أعلم بحالي. إذن عايز أقول المناسك سواء كان صلاة ولا صوم ولا تسبيح ولا صلاة على سيدنا رسول الله، عمل ورد معين، كل دي منافع لا تتعدى صاحبها، لا تتعدى صاحبها. لكن لو أنت قعدت كده مع أولادك، ابتسمت هنا وابتسمت هنا واتكلمت، الابتسامة دي وقعدتك دي في وسط أولادك عملت خير في مين؟ في من حولي، في أسرتي. بثت فيهم روح المودة والمحبة والقرب. وخاصة كمان إن كل واحد من دول بيلقى تحديات. اللي راجع من مدرسته والأستاذ أذاه مثلا بكلمة، أو زميله تنمر عليه بكلمة، جواه جرح ممكن ما يكلمش، بس لما البيت يحتضنه ويسأل عن أخباره وكيف كان يومه إلى آخر هذه الأمور، يمكن أن يتحدث أو يقول ما لديه. وممكن ما يقولش، بس الأب والأم بيبقوا أذكياء، بيتحسبوا الخير والشر، بيتحسبوا التنمر والمدح، فيروحوا متكلمين كلام عام يصيب شيء في قلب الابن أو البنت، وهكذا. في ده خيره بيعم الآخر ولا ذاتي؟ طبعا لا، مش ذاتي، يعم الآخرين. احنا بنتكلم بقى عن شأن الدنيا. هذا الشأن الدنيا ده هو، وأهل الدنيا ليهم 4 رسائل ولا 5 رسائل. شأن الدنيا الغرور، وشأن أهلها الابتلاء. أيوة يا فندم، نفسي نحفظ العبارتين دول، الغرور والابتلاء. الغرور حال الدنيا، والابتلاء حال أهل الدنيا. سهلة. من الدنيا الحياة دي، ومن أهل الدنيا البشر اللي عليهم. البشر من أول الأنبياء يبتلوا ولا يبتلوش؟ يبتلوا. ده سيدنا النبي اللي قال كده. يبتلوا، نعم. ده أكثر الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكل أهل الدنيا بيبتلوا. نعم. أيوة يا فندم. طيب حال الدنيا، وضع الدنيا أي مع الغرور. أيوة يا فندم، أي مع الغرور. الغرور له تفسير تاني بس في الرسالة اللي جاية، بس أنا عايز أوضح يعني إيه إن شأن الدنيا الغرور، وضعها الغرور. يقول لنا واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لخص لنا الدنيا دي سوق قام ثم انفض. تخيل كده الدنيا، ابعد كده عنها وبص كده وتأمل في الدنيا، في وضعية الدنيا، تلاقي عبارة عن ايه؟ شوية مية، زي شوية مية نزلوا من السماء على الأرض، طلع نبات. النبات بيستمر أخضر وجميل، ولا عمره قصير وبينتهي ويذبل، وشوية ريح بتضيعه. نعم. دي الدنيا. أيوة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اللي هو المطر، أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أفسر بقى كمان الغرور في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. خد معايا كده في البداية: الله الذي خلقكم من ضعف، فبالله عليك تذكر، أنا هتذكر وأنت تتذكر، وأنا عايز كل مشاهد ومشاهدة يتذكر لما كان صغير كده وأبوه يقول له ولا أمه تقول له بكرة هجيب لك الحاجة، بيعتبر بكرة دي إمتى؟ السنة الجاية، صح؟ تاني، لما تطلب من والدك وأنت لسه مدرك الزمن بالنسبة لك في السن ده، لما أقول لك بكرة ده معناها إن مش جاي، أو بعد سنة ولا 10 سنين. بكرة ده بالنسبة له مش 24 ساعة. أنت دلوقتي اليوم لما أقول لك بكرة بتقول لي هانت بكرة، الأسبوع الجاي هانت، صح؟ لكن الصغير بتبقى هين عليه؟ قد لا يعي هذا الامر، يعني لا يعي حسابات الوقت، والامر يبقى صعب عليه. لا، ده بيعتبر ده بعيد جدا. فلما تقول فاذا بيظن ان اليوم لا ينتهي، ان اليوم بتاعي ده لا ينتهي، فانت جاي تقول له بكره ده اليوم بتاعي مش هينتهي. الله الذي خلقكم من ضعف. لما الانسان الضعيف المريض، انا ضربت مثال بالطفل مظبوط في الزمن، هات لي بقى انسان مريض وبعدين الاطباء ما ادالوش اهل الخبره يعني طريقه علاجه او مده الزمن المعتاده في العلاج، بيتوهم باقل مرض اصيب فيه ويجهل مغبته ان المرض ده دائم ولا لا. نعم. بيجي له حالة يأس. واحد جاله الديسك، خلاص. واحد جاله خشونه في الركبه، خلاص. واحد جاله خشونه في الرقبه، اللي بيلبس رقبه ده يعني يظن بقى خلاص هيعيش العمر كله كده. مش كلها اسبوع 2 وان شاء الله يرجع تاني معتاد. بيتوهم هذا الامر اللي هو ده اسمه الغرور. الغرور ايه؟ بقاء، ان الحاله التي تصاب فيها الانسان يظن انها باقيه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. يظن ان القوه دي ايه؟ دائمه. هات لي اي شاب عمره ما يتخيل ان الشاب هينتهي. ده انا كويس اهو، انا بتحرك وبعمل رياضه لا نقول له كلها 5 سنين ولا 10 سنين. 10 سنين ده، لا 10 سنين دي بعد 100 سنه. ما يظن ال 10 سنين اللي جايين قدام منهم 100 سنه، زي الطفل اللي شايف ان بكره بعد سنه. فده اسمه الغرور. الغرور ان الانسان يتوهم ان اليوم او الحال اللي هو فيه دائم. وهو مش دائم. كل يوم هو في شأن. ده عن الغرور. تعال نشوف بقى شأن أهلها الابتلاء. شأن أهل الدنيا الابتلاء. شأن أهل الدنيا الابتلاء. لما ربنا بيقول لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أنت قاعد في الجنة هنا أكل شارب لابس من غير تعب، لكن لو خرجت منها تشقى. يبقى شأن الإنسان الشقاء ولا لا في الدنيا؟ نعم. هات لي إنسان من غير شقاء في الدنيا وزعمة. حتى المنعمين في شقاء ولا مفيش شقاء؟ بالتأكيد. احنا بنظن ان هم منعمين، لكن جواهم وامامهم تحديات كتير. ده في احد الصالحين التقى مع احد الخلفاء، قال له انصحني. فسكت كده وجه يشرب ميه، راح مسك كوبايه الميه من ايده وقال له تخيل انك حرمت من هذه الشربه فبما تدفع ثمنها. قال له نص ملكي، ده انا عطشان جدا هموت عايز اشرب. قال له تخيل لو ان الميه ما جبتلكش هتعمل ايه؟ قال له ادفع نص ملكي. قال له اشرب هنأك الله. شرب، وبعد ما شرب قال له شويه كده وعايز ياخد حاجته،
فقال له انت رايح فين؟ قال له اخذ الحاجه. فقال له تخيل كده، لا اقعد، انك حبستها واتحصرت كده وما ممنوع انها تخرج منك، تدفع كام عشان تخرج؟ قال له ادفع نص ملكي. قال له ادى ملكك انت جبت ثمنه شربة ميه بس، دفعت النص في شربة الميه ودفعت النص في قضاء الحاجة. في قضاء الحاجة. فأمامك في أيها الإنسان شقائك ده، شقائك عشان تسعى لشربة المية، شقائك عشان تاكل، شقائك عشان تلبس، شقائك عشان ده اللعب الكورة في شقاء ولا مفيش شقاء؟ الناس اللي بيلعبوا كورة في شقاء ولا مفيش شقاء؟ كل حاجة فيها شقاء. الله عليك. ده شأن لابتلاء الإنسان قائم على الشقاء. في قول الله تعالى أيضا في بيان الابتلاء للإنسان: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنا عايز تقول لي في إنسان لم يبتلى بهذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هات لي واحد ما مرش بحالة خوف؟ لا طبعا، كل الناس. كل الناس. ده شأن مين؟ أهل الدنيا. أهل الدنيا. أهل الدنيا اللي قلنا عليهم الأنبياء والأولياء والصالحين هم من أهل الدنيا. أهل الدنيا كلهم. أيوة كلهم. إذن شأن الدنيا إنها دار غرور، وشأن أهل الدنيا بأنهم أهل إيه؟ أهل ابتلاء. أهل ابتلاء. نعم. طيب هننتقل للرسالة الثانية، وأعتقد سنختتم بها هذا الحوار لأنها ستستغرق المتبقي، يعني حوالي 8 دقائق متبقيين من عمر هذا الحوار، وكمان هتحتاج بعض التوضيح من حضرتك لأنها قد تكون صعبة لغويا بعض الكلمات فيها. الغرور استعلاء أو استفال برهان دوام حالها. أيوه. أثر الغرور هو أثر للغرور. أنا قلت الغرور نوفر بس كلمة. استعلاء أو استفال. تحت استفال خطين 100 خط. ايه يعني الاستفال ده؟ كلنا بنقولها على فكرة، بس قلت فرصة نوضحها لان احتمال على رأيك ما نعرفش نكملها حتى في الحلقة دي. برهان دوام الحال. دوام حال الدنيا. يعني الانسان الشاب يظن انه سيبقى شباب للابد. اللي قوي يظن انه قوته معاه، الضعيف يظن انه ضعفه سيستمر، المريض يظن ان مرضه مستمر، الفقير يظن ان فقره مستمر. ده الظن ده اللي بنقول عليه ان الغرور هو استعلاء بالقوة. انا بقيت قوي انا مستعلي، انا بقيت غني مستعلي. استفال عكس استعلاء، انخفاض، انكسار. لما يكون مبتلى بالعكس، مبتلى بالمرض منكسر، مبتلى بالفقر منكسر، مبتلى ب يعني اي انه غير موفق في اموره التي يريد تحقيقها، فيظن ان هذا سيبقى هو الحل يعني لاخر وقت او للابد. أيوة. ده وضع الدنيا، ده تعريف الغرور. ايوه ده تعريف الغرور. لما ربنا بيبين لنا في يعني هنا حضرتك بتقول ان الغرور بمعناه في حالة القوة او الماء يظن انها باقية، والانكسار يظن انه باقي، يظن انه باقي ايضا. ده اسمه غرور. ايوه غرور. لان يجب عليك انك تعرف، زي مثلا المثال الشهير اللي انضرب بان غلاء الدولار هيبقى تاريخ في يوم من الايام، الله اعلم امتى، النهارده وبكره السنه الجايه بعد 10 سنين، في يوم من الايام هيبقى تاريخ ولا مش هيبقى تاريخ؟ في يوم من الايام، لان الايام دول. فالموهوم بان الفقر دائم ده غرور. الموهوم بان الضعف دائم موهوم مغرور. الموهوم بان قوته وغناه امريكا دلوقتي حسنها وهكذا. طيب عمر ما في دولة من الدول حسب قراءتنا في التاريخ او امبراطورية وامبراطورية عاشت اكثر من 500 600 سنة 700 سنة يا اخي. هات لي كده أسرة من الأسر في الفراعنة، أسر ده كل أسرة نظام حكم.
اي امبراطوريه. فلازم ندرك ان شأن الدنيا هذا التغيير. بقي نتكلم على الاستفال ده. الاستفال ده ليه جبت اللفظ ده؟ انا جبته لان حروفنا العربيه 28 حرف، صح؟ في علم التجويد اللي هيفرح بالمعلومه دي حفظت القرآن الكريم اللي بيتعلموا التجويد. فمن ضمن دروس علم التجويد حروف اسمها الحروف المستعلية والحروف المستفلة. الحروف ايه؟ المستفلة. ده بيحفظوهم كده. ليس فقط لطلبة ومن يتعلم علم التجويد للقرآن الكريم، امال مين؟ الذين يتعلمون مخارج الحروف العربية، في حتى المغنين الذين هم متخصصون في علم الصوتيات ده بيدرسوها. حروف 28 حرف بتوعنا العربي، منهم 7 حروف بنسميها حروف مستعلية. 7 حروف فقط من 28 حرف، وال21 حرف باقيين حروف مستفلة. حروف مستفلة. المستفلة هي الحروف المنخفضة. الحروف المستعلية اللي هي مفخمة، سهل قوي حفظ ال7 دول. هو لو الشخص عرف ألم بال7 أيوة. هيبقى عارف الباقي كله، ان الباقي كله مظبوط. في لغة من الحروف. الحرف الأول هم 3 كمان أقل من 4، يعني 4 مستعلية قوي. ايه هم يا دكتور؟ الحروف المستعلية اللي هي درجة تانية، وبعدين هقول المستعلية درجة أولى. 4 الأقوى في الاستعلاء. 4 الأقوى الصاد والضاد والطاء والظاء. الصاد والضاد دي سهلة، 2 هم اخوات. والطاء والظاء دول 2 اخوات. نعم. أما الحروف المستعلية أيضا أقل درجة سنة 3. الخاء والغين والقاف. الخاء والغين والقاف. باقي الحروف بنسميها حروف مستفلة. منهم 3 بس ممكن يتم ترقيتهم وتفخيمهم، الألف واللام والراء. لكن لو انت عديتهم كلهم على انهم حروف مستفلة. ليه؟ على فكرة لفظ المستفلة والمستعلية ليس صفة للحرف، ما هو صفة لمين؟ قال للسان الذي ينطق الحرف. لطريقة نطق الحرف. اللسان بيبقى فوق واللسان مكان اللسان مع الفم في الحلق ومع الأسنان خلال نطق الحرف. أيوة. لأن ده حتى في علوم اللغة، في اللينجويستكس باللغة الإنجليزية. وقالوا كمان من ضمن الكلمات القرآنية التي في يعني بتعبير، مش عايز أقول تعبير لا يليق بكتاب الله، لكن يعني حرف مرقق وحرف مفخم ثم مرقق ثم مفخم، تسميها ايه دي؟ يعني تسميها نظام هندسي، نظام اللي بيسموها بتعبيراتهم. نعم. يعني الآن حصل حق. ح دي مرققة، حص دي مفخمة، مرققة، حصى. المفخم هو من حروف الاستعلاء. ايوه. حرف مستفل وحرف مستعلي، حرف مستفل وحرف مستعلي. دي يعني التعبير الشائع عندنا موسيقي. التعبير تحس كده يعني بمزيكا وانت بتسمع مزيكا صوتية. طبعا انا بصف الصوتي، مش بصف الايات القرآنية او اللفظ القرآني. لما ربنا بيقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، القاف بس هي المستعلية والباقي كله حروف مستفلة بتنطق بالترقيق. لما نتكلم بقى عن الدنيا، الغرور في الدنيا قايم على الاستعلاء او الاستفال، اي قايم على حاجه من 2، واحد مستعلي وفرحان بقوته وبغناه، او واحد يائس وحاسس
انكسار وضعف وانخفاض بسبب فقره، بسبب جهله، بس حضرتك بتقول هنا الأقصى في هذا الاتجاه أو ذاك، يعني بتصف النقيضين، هل بينهما صفات مختلفة أو توازنات أخرى في حسابات البشر؟ لأن في بشر لا هو مستعلي ولا هو مستفل، يعني هو في بشر وسطي بيشوف الأمور يوم جيدة ويوم صعبة، وبيشوف إن الدنيا متقلبة، وبيقول الحمد لله على كل شيء وفي كل الأحوال، وبيصبر على الابتلاء، وبيبقى عنده طموح إن القادم أفضل لو كان لم يوفق في شيء. يعني في بشر ليهم طبيعة تانية. ما أعتقدش إن الحالتين دول، الاستعلاء والاستفال، تشمل كل الناس. وانا كنت بتكلم عن ايه؟ عن تعريف الغرور واثر الغرور. نعم نعم نعم، عشان كده حضرتك بتقول انا ما بتكلمش عن البشر. حضرتك ما بتقولش هنا ان ده كل البشر. الرساله اللي انت قراتها دلوقتي بتتكلم عن الغرور ولا عن البشر؟ لا، عن البشر. للاسف اقرا الرساله هتلاقيها الغرور. نعم، حضرتك بتصف بس مصطلح الغرور. ايوه. ايه ده؟ مش ان البشر عموما، مش كل الحالات يعني. ايوه. عشان تطمن وترتاح، الرساله الاخيره عندك وانت قراتها قبل ما ندخل قراتها، اللي هي الانسان يعمل ايه؟ فقه دي رساله لسه ما اتكلمناش عنها. فقه الغرور او لا، انا حبيت اوضح النقطه دي مع حضرتك. نعم، هي دي الرساله الاخيره. ايه فقه بقى ده؟ اقراها كده هتلاقيها ايه؟ بين الخوف والرجاء. نعم بين جمع الخوف والرجاء. فقه شأن الدنيا واهلها، جمع الخوف والرجاء. انا حبيت اوضح ده انه عشان الناس ما تفهمش او يختلط الامر على المشاهد، انه حتى قبل ان نصل للرساله الاخيره، ان المشاهد لا يظن ان انماط البشر حسب وصف حضرتك او قراءتك للمشهد دايما هي الشخص المستعلي او الشخص المستفل او الشخص المصاب بحاله الغرور دي فقط، لان في انماط اخرى. طيب يعني اذا ممكن في دقيقه نعرض الرساله الاخيره. ممكن المشاهد يظن هذا اذا تكلمنا عن البشر، لكن نحن بقراءه سيادتك الرساله بنتكلم عن الغرور فقط. احنا كده صح ولا غلط في الكلام على الغرور؟ الغرور استعلاء واستفال. في غيرهم في الغرور اللي هو الاقصى، هذا النقيضين. ده اسمه غرور. الغرور انك تغتر بالشيء اللي معاك، تظنه باقيا ودائما بالخلود. ده اسمه غرور. لا، الحياه مش قايمه على الخلود ده. في قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. صاحبه قال له ايه؟ اكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى رب أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وحدث ولا ما حدثش؟ إذن ده الغرور، إن الإنسان يتوهم إن الحال باقي، القرش اللي بيجري. دي درس يا فندم للفنانين اللي ربنا بيكرمهم، بلاش الفنانين، الحرفيين اللي ربنا بيكرمهم بقرش بيجري في إيديهم في موسم من المواسم، يوم يصرفه ويجي في موسم تاني يلاقي نفسه محتاج. ده انت لو ادركت ان القرش اللي جرى ده غرور مش باقي، او الانسان اللي ايده مش لاقي والدنيا واقفه امامه فيتوهم بحاله من الياس انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما تيأس لما تلاقي القرش مش جاري في ايديك، هيجري. لما تيأس او ما تغترش لما تلاقي القرش بيجري في ايديك وتصرفه، لا، اعمل حسابك على ادخر، اعمل حساب الظروف عندما تتغير. نعم. للاسف وقتنا مش هيتسع المزيد، لكن في نهايه هذا الحوار بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، شكرا استاذ المقارن بجامعه الازهر. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار وهذه الحلقه من مجلس الفقه. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.